بيكم حلقة جديدة. النهاردة حلقة مختلفة من برنامج ابن خالتك. هنتكلم النهاردة عن كلية لذيذة قوي اسمها كلية آداب قسم إعلام. معانا أستاذة مريم هتكلمنا عليها وتعرفنا أكتر بالتفاصيل بتاعتها. عرفينا بنفسك أول يا مريم. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي مريم، عندي 28 سنة وانا خريجة اداب اعلام عين شمس من 2018، فما نعدش يعني 2018. وبشتغل دلوقتي HR recruiter. طيب خلينا نتكلم بقى عن الكلية نفسها. انت كان مجموعك كام أصلا يا مريم؟ اوكي، بصي قصة المجموعة دي كانت قصة يعني احكيها باختصار. انا طول عمري نفسي ادخل كلية ألسن يعني لغات. و يا جماعة ألسن بتاخد من كام؟ قالوا لي ألسن بقالها 3-4 سنين بتاخد من 92. فدي كانت اول غلطة تقريبا غلطتها، ان انا خلاص انا بنام اقوم يا رب اجيب 92 يا رب اجيب 92. ومحدده مجهودي اللي هو ايه على ال 92، يعني مش هموت نفسي، خلاص انا هجيب 92 وكله تمام. جت نتيجه ثانويه عامه، جبتي كام يا مريم؟ جبتي 92. ففرحه عارمه اللي انا عايزاه اتحقق. حلو. جت ألسن خدت من كام؟ من 94. ودي كانت طفره بقى، يعني اللي هو كانت صدمه. ألسن خدت من 94 واللي هو انا ما عنديش بلان بي، انا هعمل ايه؟ فقعدت ادور بقى وانا واهلي بقى نشوف شويه، لان انا كنت حاطه التنسيق اللي هو ألسن، وألسن كان فيه حتى ألسن المنيا، واللي بعد كده اي حاجه يجي في اي حته مش مهم. انا خلاص محدده هو هدف واحد وهي بلان واحد. فجيت بعد كده مجموعي جاب ايه يا جماعه؟ جاب تجاره وجاب شويه حاجات كده منهم اداب. قلت خلاص نشوف اداب بتقول ايه، حتى كان في اداب لغات برضه. تاني غلطه ان ما كانش في اي بلان، مفيش اي، يعني انا مش عامله سكان للجامعات بالشكل اللي المفروض اعمله، وانا واحده بتحدد هدفها. فاكيد لازم يكون عندي اوبشنز. اوكي. فلقيت ان اداب عين شمس ما فيهاش غير انجلش وفرنش واعتقد عبري، وانا كنت محتاجه، يعني كنت بدور على لغات تانية يعني. فقلت خلاص احنا سكيب موضوع اللغات ده، احنا نشوف ايه تاني اقرب حاجه ممكن تكون حاسه انها ممكن تكون لذيذه. فلقينا حاجه اسمها اداب اعلام، ما كنتش اعرف عنها خالص يعني. ايه يا جماعه اداب اعلام دي؟ قال لك هي اعلام بالظبط بس تحت اداب، يعني اكنك هي كل حاجه بتدرسيها، حتى هم نفس الدكاتره، معظم الحاجات مشابهه جدا، و اكنك دخلتي اعلام. فدخلت اعلام. من كام يعني؟ بصي ساعتها كان اداب اصلا بياخد حاجه و80 حاجه زي كده، بس انا دلوقتي مش عارفه بصراحه لان هي اصلا بقت كليه منفصله. بس ساعتها كانت بتاخد من حاجه و80 يمكن اقل كمان يعني. فانا قلت ايه خلاص يعني ضحيتي بالمجموع؟ لا ضحيت بالمجموع جامد. لا ضحيت بالمجموع جامد يعني. فيعني كان جالي تجاره انجلش، وكان جالي كل الحاجات النورمال اللي اي حد ادبي عايز يدخلها، ما عدا ألسن. انا كنت عايزاها يعني. بس فدخلت اداب اعلام. طيب قولي لي، هي كانت حكومي طبعا صح؟ حكومي عين شمس. طب فاكره دفعتي كام في السنه؟ يعني ما بين 300 ل 500 يعني. اول سنه تقريبا كانت يعني الرينج ده ما زدناش عن 500 جنيه في السنه خالص. يعني هي تقريبا كانت بسيطه خالص، كانت بسيطه قوي. وبس برضه يعني تو بي كونسيدر ان احنا كان في 2018 و17 و16 وكده، يعني ممكن يكون الوضع دلوقتي مختلف. بس عامه ما بتعديش يعني. طيب قولي لي ايه بقى المواد اللي كنت بتدرسيها هناك؟ بصي احنا كنا بندرس يعني اول سنه مثلا انترودكشن عن كل حاجه، انترودكشن عن الراديو، انترودكشن عن التلفزيون، انترودكشن عن الماركتنج او اللي هو بنسموها علاقات عامه، انترودكشن عن الصحافه. كانت سنه اولى دي كانت الصحافه بقى اكتر حاجه مسيطره، لان الصحافه هو اساس الاعلام يعني. فسنه اولى دي كانت صحافه، وكان الموضوع جد جدا يعني. الجامعه ما كانتش بتهزر، احنا من داي 1 عندنا اساينمنتس، وعندنا لازم نعمل لقاءات وحوارات مش حوارات يعني صحفيه يعني. مش حوارات صحفيه. وكان الموضوع بجد يعني. هي كانت كليه عمليه اكتر من ان هي يعني ادبيه او كده.
فمن داي وانا عندنا assignments عملي وبننزل وبنعمل بنحاور الناس وبنشوف سيلبرتيز يعني one of the assignments ان احنا حد يكون معروف تعملي معاه حوار صحفي والكلام ده في سنه اولى باين او سنه تقريبا سنه اولى يعني. فسنه اولى دي كان introduction لكل حاجه related بالاعلام، وبعدين بقى في سنه تانية بتتعمقي اكتر وفي سنه ثالثه بتتخصصي. طيب ايه بقى الاقسام وايه التخصصات وانتي تخصصتي في ايه؟ طيب بصي احنا عندنا تخصصات اذاعه وتلفزيون، ده قسم جواه يا اذاعه يا تلفزيون. اوكي بس هو اذاعه وتلفزيون ده قسم، وعندنا علاقات عامه ده قسم، وصحافه طبعا. انا تخصصت ايه؟ انا تخصصت اذاعه وتلفزيون. اوكي. ليه يعني اخترتيها ليه؟ يعني مش هضحك عليكي عشان صحابي كانوا بيتخصصوا تلفزيون فتخصصت معاهم. تو بي اونست انا كنت عايزه اخش راديو. اوكي. وكنت بحب الراديو اكتر بكتير، وكنت دايما متخيل نفسي مذيعه راديو يعني. بس حسيت انه ايه ده، انا هعمل بروجكت لوحدي او مش مع صحابي او كده، فليه لا ما يبقاش ازاي عشان تلفزيون بس ده متصور وده مش متصور. فدخلت التلفزيون مع صحابي بصراحه يعني. الامانه. طب انتي حاسه ان انتي ده القرار الصح؟ دخلتي الحاجه اللي فعلا يعني بتحبيها؟ انا ما ندمتش اني ما دخلتش راديو. يعني انا ما ندمتش عن ده، لانه هي نفس البروجكتس، بس فعلا ده متصور وده مش متصور. وان انا عملت الحاجه مع صحابي او عملت البروجكت مع صحابي ده هو ما اذانيش، لان انا برضو ما فكرتش بمخي، بس هو ما اذانيش. هو الفكره كلها ان انا كنت مبسوطه ان انا بعمل بروجكت. كنا بنتخانق عادي بنشد شعر بعض، بس في الاول وفي الاخر احنا صحاب. اوكي. طيب خلينا بقى ندخل لنقطه ايه اصعب المواد اللي انت كنت بتدرسيها هناك وعديتي منها ازاي، وعامه في الكليه كنت بتعدي ازاي وبتمشي ازاي؟ بصي احنا المواد عندنا كانت بتبقى ريليتد بالدكتور. يعني عندنا الدكتور ده مواد بتاعته سهله، الدكتور دي المواد بتاعتها صعبه. هي كده. فاحنا كان عندنا دكتور، بصي الدكتور دي انا بعزها جدا، واعتقد ما فيش حد في اداب اعلام او عدى عليها بس كده ما يعرفش الدكتور مي حمزه. دكتور مي حمزه المواد بتاعتها كانت صعبه لان هي كانت مختلفه. يعني اول حاجه هي مش عايزاكي تحفظي، هي عايزاكي تفهمي. و اكتبي اللي تكتبيه في الامتحان بس تبقي فاهمه. هتقعدي تدشي وتكتبي من اول ورقه لاخر ورقه والكلام ده، حتى لو بتكتبي صح، حتى لو بتكتبي نص الكتاب ده بالنسبه لها مش بتسقطك، بس مش ده اللي هي عايزاه يعني. فكانت المواد بتاعتها تقيله. انا فاكره ان اصعب ماده كان اسمها الاعلام والبيئه، بجد كانت ماده صعبه. عديت منها ازاي؟ ان انا فهمت يعني انا فهمت الدكتوره دي هي عايزه مني ايه. هي مش عايزه مني ان انا اقعد امسك الكتاب احفظه. فكنت بشوف العناوين الرئيسيه واقرا تحتيها شويه قرايه فقط وافهم تفهمي وخلاص. فانا فهمت البوينت دي عايزه ايه والبوينت دي عايزه ايه. بس هي بصراحه كانت ماده يعني بتهيألي دي اصعب ماده عدت علينا كلنا يعني. حتى في الامتحان وانا خارجه انا قلت انا شلت الماده. والله بجد. بس انا عارفه ان هي بتصحح لي، هي عرفت ان انا فاهمه. هي عرفت ان هي تمام، هي ذاكرت وفهمت. ما شدتش على نفسها قوي يعني لان طبعا في ناس كانت بتموت نفسها، بس هي عرفت ان هي ايه، تمام البنت دي فاهمه. فالحمد لله عديت، وعديت ده حبه حلوين يعني، مش اللي هو عديت على ما شاء الله. طب حلو. عامه ازاي كنا بنعدي؟ زي ما قلت لك احنا كان اهم حاجه اصلا الاساينمنتس والحاجات دي كلها كانت بتجيب درجات. فانا في العملي كان ماشي حالي يعني. انا طول عمري اصلا بحب الحاجات العمليه والحاجات اللي انا اعملها بنفسي اكتر من المذاكره يعني. المذاكره اعلام سهله جدا، من الكليات اللي لو حد بجد عايز يدخل كليه ما يبذلش فيها مجهود ذهني كبير، بس يستمتع بالكليه ويعمل اكتيفيتيز ويكتسب بقى سكيلز والمهارات والحاجات دي كلها، يخش اعلام او اداب اعلام يعني. بس هي دلوقتي بقت اعلام. كنا بنيجي اخر شهرين في الجامعه كل اصحابي يعني نبتدي نذاكر، نلم المناهج ونلم الملخصات والحاجات دي كلها ونذاكر. وكنا بنجيب مجاميع كويسه يعني. انا فعلا كنت بذاكر اخر شهر او شهرين في الجامعه وطلب جيد جدا مرتفع عادي، ما فاهمه. فالموضوع فعلا ما كانش بيبقى ضغطه اعصاب المذاكره وان احنا نموت نفسنا. فعرفنا ان احنا نستمتع بحياتنا في الجامعه يعني. احنا بنحب سنين الجامعه، مش اللي هو تفتكري الجامعه تحس ان قلبك اتقبض. أيوة. بنحب سنين الجامعه لان الشغل البراكتيكال بتاعها كان حلو قوي، واحنا كمان عرفنا نعمل حاجات تانية جنبها يعني. طيب انا عايزه اسالك، هو يعني تقريبا كام في المية درجات على الاساينمنتس وكام في المية درجات على النظري او الامتحانات؟ بصي انا مش فاكره قوي،
بس احنا كان عندنا يعني عندنا مواد ليها assignments ومواد تانية لا هي من اولها لاخرها يعني نظري بس. مش الكليه كلها متقسمه كده، فكانت مواد ومواد بس. زي ما قلت لك هي المواد نفسها خفيفه تتفهم، الكتب نفسها لذيذه يعني. كنا بناخد بقى تاريخ التلفزيون وتاريخ الراديو ده في الاول خالص، اول كام سنه يعني، ومين اللي عمل التلفزيون واتعمل ازاي واول فيلم اتصور والحاجات اللي اصلا الدوكيومنتريز اللذيذه دي بجد كانت الدوكيومنتريز لذيذه. كنا بقى نقعد نشوف افلام ونقعد نشوف حاجات. وكان في مواد بنقعد طول ما احنا قاعدين في الليكتشر احنا بنتفرج على فيلم او بنتفرج على حلقه ونقعد بقى نحلل الحلقه دي ايه اللي حصل فيها ومش عارفه ايه. فعلا الموضوع كان ممتع دراسيا يعني. كم ماده كده اللي كانوا شويه يبقى نظري تقيل ونقعد ندش بس بتبقي عارفه يعني. لكن معظم الحاجات احنا بنحلل اعلان، نقعد بقى نمسك اعلانات السنه نقعد نحللها ونشوف الاعلان ده مشي مع السبيكس المظبوطه ولا لا والحاجات دي كلها. فالدراسه عامه كانت لذيذه وانت بتيجي تلميها كده في الاخر وتمشي يعني. حلو قوي. طيب خلينا بقى ننقل لنقطه الجامعه بقى كلها عامه والكافيتيريا والمباني. يعني جانب الكافيتيريا ده مهم جدا في حياه اي طالب، لازم ينبسط زي ما بيطلع عينه. بالظبط. بصي انا من الناس اللي يعني يمكن ماليش قوي في الحته بتاعت الكافيتيريا وكده، مش ما كانش مودي، بس انا كان مودي اكتر ستودنت اكتيفيتيز بقى والحاجات بتاعت طب انت كنتي كان ايه عندكم ستودنت اكتيفيتي؟ بتهيألي اناكتس كان عندنا كل حاجه، بس انا اكتر كنت رايحه ناحيه الام يو ان واليونايتد نيشنز والحاجات دي. فده كان خد مننا جانب كبير جدا يعني. من سنه اولى جامعه يعني واحنا كنا فيه. هم كانوا حقوق واداب في عين شمس جنب بعض قوي، فكل الام يو انز والجامعه الدول العربيه الحاجات دي كلها كانت بتبقى في حقوق، بس ما بيننا ما فيش مسافه كتيره. فيمكن انا ارتباطي اكتر بالحاجات دي اكتر من الكافيتيريا شويه. فده كان الفون بتاعي يعني. احنا كنا زمان مش عارفه دلوقتي ما بقاش في ستودنت اكتيفيتيز ليه مش عارفه يعني، اتمنى الناس ترجعها. بس زمان كان الفون بتاعنا ان احنا رايحين ستودنت اكتيفيتي، وعلى فكره كنا بنشتغل بجد يعني. كان في حاجات كلوبز وكده كانت فن اكتر. لا احنا كان بيطلع عينينا من اول سنه لاخر السنه، كنا واخدين بقى الموضوع على اعصابنا بطريقه مش طبيعيه. احنا يعني ستودنت اكتيفيتي اي كلام. فده كان الجزء الفن في الجامعه، ان احنا بنخلص ورايحين ستودنت اكتيفيتي او اكشلي يعني، بس ما بتعملوش كده يا جماعه، كنا بنروح ستودنت اكتيفيتي على طول بصراحه. طب انا عايز اسالك على حاجه. انت يعني في اليوم الجامعه العادي انت بتروحي فين يعني غير الستودنت اكتيفيتي ومباني الجامعه؟ ما بتروحيش مثلا تاكلي في حته؟ ما هو بقى كان الجامعه بتاعتكم فين معلش قبل اي حاجه؟ في العباسيه صح؟ طب العباسيه ما فيهاش مكان؟ لا ما بنطلعش بره خالص. ما كناش بنطلع بره الجامعه النهائي يعني، الا لو مروحين البيت او رايحين في حته، لكن ما بنطلعش بره الجامعه. حتى ما كناش بنروح يعني. احنا عباره عن مباني. في المبنى ده في حقوق واداب وفي علوم باين وفي كليه تانية، وفي مبنى اللي قصاده ده بتعدي له الشارع فيه ألسن وتجاره. احنا ما كناش بنتنقل يعني. يمكن في سنه مثلا لما كذا حد من اصحابنا راح اناكتس في هندسه، فكنا ممكن نروح هندسه شويه. اللي هي عبده باشا صح؟ اللي هي عبده باشا اصلا يعني، هي محطتين مترو تقريبا. فكنا بقى نروح عبده باشا يعني لو داخلين هندسه، لو رايحين اصحابنا في اناكتس او كده يعني. لكن ما كناش بنخرج بقى في حته حوالين الجامعه نخرج فيها يعني. طب يعني الاكل طيب جوه كان في شاورما، في كل حاجه موجوده جوه. ايوه لا كل حاجه كانت موجوده جوه. بس يعني عارفه نروح ناخد الساندوتش ونروح بقى المكان اللي احنا نقعد فيه، بس ما كناش بقى نقعد هناك دايما او كده. يا اما نطلع نقعد في المباني بتاعتنا او نروح بقى للستودنت اكتيفيتي. طيب انت كنتي بتروحي ازاي الجامعه؟ مواصلات. عايزه اول سنه اركب فيها مواصلات كانت سنه اولى. طبعا انا بقى بالنسبه لي صدمه حضاريه عصبيه. اعمل ايه؟ بتعملوها ازاي؟ تركبوا مواصلات ازاي؟ يعني اقف وحاسب وافضل واعمل كده والم اجره. فيعني لا كان موضوع مأساوي، بس علمنا كتير والله يا جماعه. والله العظيم كل الحاجات الصغيره دي اللي هي تنزل وتحتك ان انت تخرج من المدرسه وان ماما وبابا بيوصلوك او الباص، وراجع من الدرس مع ماما وراجع من الدرس مع بابا وكده، وتبتدي بقى تخرج تنطلق في الشارع دي. في الاول بتحصل صدمه للناس اللي هي بقى ايه كحرطت يعني، اللي هي ايه خلاص احنا هنتكحرت دلوقتي. اصل في ناس بقى بتكمل باص الجامعه وكده برضه كل الاحترام عادي، مش اي مشاكل. بس انا قصدي ايه ان احنا خلاص احنا بتواجه بقى العالم لوحدك ده، وخلاص انت انطلقت ويلا اركب مواصلات ويلا شوف هتعمل ايه وروح الجامعه امتى، شوف هتاكل ايه هناك والكلام ده كله. دي بقى بتاخد صدمه كده في سنه اولى، بس بعد كده بتيجي على سنه رابعه بتبقى تلم الاجره ورا يعني. بالظبط تبتدي انت تساعد تشتغل مع السواق يعني.
ورمسيسين يا جماعه اللي عايز بالظبط ينزل. يعني بيبان عليك ان انت خبره، الناس تيجي تسالك الاجره بكام والمحطه الجايه فين وبترد عادي جدا يعني. طيب خليني اسالك، لو في دكتور عنده لازمه في الكلام، او انت قلتي لي يعني مش حاسه قوي ان في، بس يعني بصي احنا مش ما كانش عندنا احنا معظمهم كانوا دكاتره ستات، واغلبهم كانوا جايين اصلا من جامعات تانية وكده عارفه انت ناس شيك قوي كده، وبيجوا يحضروا المحاضره ويمشوا وبتاع وكده. فما كانش ما شفتش، او يعني يمكن ما خطرش على بالي ان اركز قوي كده، بس ما كانش في حد ليه لازمه قويه واضحه يعني، غير ان هم كانوا بيجوا الصبح لابسين شيك قوي كده وعاملين شعرهم ويمشوا، فاللي هو انا عايزه ابقى زيك. طب والعربيات بقى كنتوا بتركزوا في العربيات بتاعتهم؟ لا ما كنتش بركز، لا مش للدرجه دي. بس احنا كان عندنا دكتور كان معاه بي ام ما شاء الله. لا ما ركزتش موجوده والله. ما ركزتش قبل كده، تصدقي ما اعرفش. اعتقد احنا كان عندنا دكتور سوزان كانت بتيجي بشوفير وعربيه وكده، بس انا ما ركزتش، بس انا فاكره ان كان في شوفير في الموضوع يعني، كنت اسمع ليش ما بتعرفش تسوق بس. ممكن. طيب خليني اسالك بقى عن الكورسات والحاجات اللي ريليتد. انا عارفه ان انت خلاص عملتي كارير شيفت ووضحت لنا حتى في الحلقه، بس قولي لي لو في مثلا كورسات او حاجات الواحد ممكن ياخدها عشان يقدر يطلع لسوق العمل بره ويشتغل بيها يعني. في الميديا ولا عامه؟ في الميديا. بصي في الميديا معظم الناس اللي لو ما عرفش يدخل في حاجه ليها علاقه بالتلفزيون او كده، بيروح على طول للماركتنج، او بيروح على طول للحاجه ليها علاقه بالبي ار او السوشيال ميديا. لو بتتكلمي في حاجه ليها علاقه بالتلفزيون، فكورسات المونتاج دي مهمه جدا، ان هو يعرف يعمل مونتاج ويعرف يمنتج سواء حلقه راديو او حلقه تلفزيون. يعني كان صحابنا اللي بيعدوا يعني كانوا تلاقيهم لازم يكونوا بيعرفوا يعملوا مونتاج. فوتوشوب برضو مهم جدا، لان هم في الماركتنج وكده ساعات بيمسكوا بروجكت من اوله لاخره، هم بيبقوا مسؤولين عن الفوتوشوب وعن الديزاينز وعن الاعلانات كصور واعلانات كتلفزيون واعلانات. فهو لما بيمسك كل ده بيبقى عارف الفوتوشوب او بيزكس اتليست في الفوتوشوب، وبيزكس في المونتاج، وبيزكس في الصوت والحاجات دي كلها. دي بتبقى مهمه لو حد عايز يكمل في الميديا. لكن انا لو بتتكلمي عن معظم صحابي اللي كملوا، فكملوا بقى ناحيه الماركتنج والايجنسيز بتاعه الميديا والاعلانات والكلام ده كله. فليها كورسات كتيره قوي، وليها حتى كورسات اونلاين. بيبدا بالسوشيال ميديا، وبيبدا بان هو بقى ازاي يعمل اعلان، وازاي يبقى كونتنت، وازاي يبقى بيعمل كونتنت يعني حلو والكلام ده كله. بصراحه تلفزيون ما عنديش معلومه غير المونتاج، مش عارفه ايه تاني ممكن يتاخد بصراحه يعني، ممكن ابقى اسال وارجع لكم. بس الصحافه ما فيش كورسات صحافه، انت من داي 1 بتروح تجوين. ممكن يكون فيه، مش عايزه افتي، بس اللي انا عارفاه يعني هم اللي كملوا في صحافه من داي 1 بيروحوا بقى اي جريده او اي يتدربوا بقى. تدريب يعني، ما بيهزروش. فالصحافه انت بس اشتغل بايديك وخلاص كده انت تمام. طيب يعني كنت اعرف في التلفزيون، يعني كنت استضفت برضو حد من صحابنا يعني كانت شغاله في قناه الصحه والجمال. هو مفيش اي ريكويرمنتس، هو انت بتخشي تجربي ولو البتاع بتاعك او اللي هو السيجمنت بتاعك عمل مشاهده فيبدا بقى يجيلك سبونسر فتبداي تكملي. فموضوع وهو كان بايد على فكره، هي اللي بتدفع مش هم اللي بيدفعوا. اوكي. فمش عارفه بقى، هو يعني اظن في القنوات بقى الكبيره بيبقى موضوع اصعب من كده، بس اقصد انه في التلفزيون الموضوع يعني دوبل، ان انت حتى لو مش معاك اي حاجه ممكن تعمل مش عارفه. انا عارفه ان اللي كملوا في التلفزيون كان يقول لك مثلا انا بشتغل في قناه CBC، بتشتغل ايه؟ احنا مش عارف. هو بيرموه في القناه ويقعد ده مع المونتاج شويه، يقعد مع الاعداد شويه. انا اجيب بالي قوي نادر سيف الدين بجد فلان وقتل. فهو بيخش القناه بجد، بيقعد لحد بقى ايه ما يلاقي نفسه في سكه اكتر، ويبتدي مثلا يعمل ريليشن مع ناس في تخصص اكتر، ويبتدي يحب الموضوع ده، فيبتدي ايه يمسكوا بقى من اوله خالص من بداياته لحد ما يقعد يطلع فيه ويتصعد. موضوع الحاجات البيد دي بصراحه ما عنديش ليها معلومه. انا كنت اسمع كانوا بيعملوا كده في الراديو ساعات، كانوا بي باي فور يعني
اسمها ايه، برنامج على الراديو مش فاكره يعني تقريبا حاجه زي كده، وبرده يتسمع. وكانت في ناس بقى، بس انا يعني بقيت اشوف ان في حاجات دلوقتي على السوشيال ميديا بتكفر ده، يعني البودكاست والحاجات دي كلها بقت تكفر ان في ناس كتير جدا من البودكاست بقت مذيعين، وفي ناس كتير جدا من اللي بيعملوا كونتنت على الانستجرام بقوا مذيعين. فبقيت اشوف ان انت لو عايز ابدا بنفسك، اعمل حاجه ليك خاصه بيك، صح، انفست بالفلوس اللي انت بتعملها دي في نفسك. اعمل اللوكيشن بتاعك، انفست في المايك، في الاكويبمنتس اللي انت هتستخدمها، واشتغل على نفسك قوي لحد ما تعمل لنفسك اسم بقى، وتبقى فيه سيلف براند يعني. وهتلاقي نفسك بتتاخد، يعني كتير قوي عملوا كده اصلا. طيب يعني هو السؤال اللي انا اساله لك ده هو ريليتد شويه، اللي هو الدراسه قريبه قد ايه بالواقع؟ انا من اصحاب نظريه انه مفيش حاجه هتتعلمها او هتدرسها او موقف هتعدي عليك مش هتستفيد بيه في حياتك عامه، سواء في الشغل او في حياتك العاديه. ماشي. فالجامعه فادتني، الجامعه فادتني كتير جدا جدا، انت مش متخيله. انا كنت قبل ما ادخل الجامعه بني ادمه، وبعد ما دخلت الجامعه بني ادمه تانية. على فكره انا لو صحابي سمعوا الحلقه دي هيستغربوا جدا، لان انا ما كنتش من الناس اللي مهتمه قوي بالاتندنس. كنت بروح، بس اللي هو مش بروح بقى كل يوم من 8 ل 5 والكلام ده كله. بس مجرد احتكاكي بالجامعه واصحاب الجامعه، وزي ما قلت لك بالستودنت اكتيفيتيز والاساينمنتس اللي كانت بتبقى عندنا، وان انا اصلا اي حد عنده اللي هو اسمه الخوف الاجتماعي او الرهب الاجتماعي ده يخش اعلام. انت عارفه اللي هو ايه، بيرموك في البحر وتعلم وتعالى. دي اكتر حاجه بتعلم اصلا بالنسبه لي، ان هو انزل سوق العمل، انزل قابل الناس، انزل اتكلم، اعمل وحاجات وتعالى لنا. فانا كنت داخله بقى البنت اللي بتتكسف، اللي ما بتكلمش حد ما تعرفوش، اللي عارفه اللي هو ايه، مثلا لو نفسي في حاجه ما بتكسف اقولها لحسن الناس تفتكر ان انا بطلب يعني. كنت داخله كده باتيتيود انه انا مش بعرف اتعامل، يعني قطه عمياء يعني. بتخشي الجامعه بتبتدي تتعاملي، بتبتدي بقى خلاص انت كبرتي، فلو ليكي حق انت اللي لازم تاخديه، لو ليكي اي مصلحه انت لازم تقضيها بنفسك والكلام ده كله. ففي اعلام كمان بقى، اللي هو احنا مش مجرد بنروح نخش الليكتشر ولا السكشن ونروح بيتنا، لا انت هتنزلي شوفي لك بقى واحده صاحبه تنزلي معاها، تنزلي لوحدك، تنزلي مع جروب، انت هتنزلي. فالجامعه فاتتنا كتير جدا، واحنا كنا بنعمل حوارات ولقاءات، وكنا بنقعد دايما بقى نبني اسئله ونشوف نسال اسئله ازاي دلوقتي. يعني بالمناسبه انا بشتغل HR ريكروتر، يعني انا بريكروت وبجيب ناس وبعمل انترفيوز اند سو اون. فلا افادتني في الموضوع ان انا اقعد ادير الحوار، وان انا ده لك جزء تكنيكال، يعني لما بتتكلمي تكنيكالي في حاجات تكنيكالي استفدتها جدا، وفي بقى حاجات اللي هي السكيلز العامه الطبيعيه، ان انت تدوري على شغل، تعملي مش عارفه ايه. يعني هو احنا كنا يمكن برضو جيلنا كان مختلف، جيل قبل الكورونا مختلف شويه عن جيل بعد الكورونا. يعني جيل قبل الكورونا اعتقد يعني ان هو كان حرك اكتر، ان هو كان عايز يعمل حاجه، وكان كده. يمكن جيل ما بعد الكورونا يعني اتظلموا برضو، قعدوا في البيت 4 سنين لما خللوا يعني. بس لا كنا بنعمل. وانا عايزه اقول لك انا بشتغل من وانا في ثالثه جامعه ما شاء الله، والشغل ما اثرش على الجامعه ولا اثر على مشروع التخرج. احنا عندنا مشروع التخرج دي حاجه طبعا. احنا مشروع التخرج سنه رابعه ده مش بنقدم ريسيرش او احنا بنعمل حاجه، احنا بنعمل بروجكت كبير قوي وبادجت وبمعدات وحاجات. وعندنا احنا كانت في اداب اعلام في رانكينج، يعني في اول او تاني تالت بروجكت، وفي حاجه اسمها ابداع. احنا البروجكت بتاعنا كان واخد ابداع، ده اللي هو احلى حاجه في اجمد حاجه، عارفه اللي هو اجمد بروجكت دخل الجامعه ما شاء الله. فزي ما قلت لك هي اعلام خفيفه لطيفه. فانا كنت بشتغل، يعني بدات كارير HR من وانا في الجامعه، وجبت جيد جدا، وطلعت بمشروع ابداع. فالكليه لما بتكون سهله تديكي فرصه ان انت عارفه تتعرفي على نفسك، وتعرفي انت عايزه ايه مش عايزه ايه، بتحبي ايه وما بتحبيش ايه والكلام ده كله. فانت شايفه ان هو يعني هتديها يعني كام من 10؟ بس ده كده البيرسوناليتي. لا كبيرسوناليتي 10 من 10. ماشي. يعني هي اللي ما اداش نفسه الفرصه انه يسيب نفسه للجامعه ان هي تعلمه سكيلز ومهارات، هو خسر كتير. لكن اللي ساب نفسه للجامعه يلا علميني يلا هنعمل ايه، لا بصراحه استفاد. تكنيكالي هي بس لمست معايا في موضوع الانترفيوز والناس والكلام وان ازاي اتكلم. احنا كنا بنعمل، كان في ناس من صحابنا عملت انترفيوز مع وزراء،
ما شاء الله. فاهمه قصدي؟ فبتكسر عندك الخوف من الكلام قدام الناس، والخوف من الاسئله، انا هسال فلان الكبير ده. احنا كنا بنسال ناس كبير، بنسال ناس كبيره جدا، ونقعد ونحاورها ولا وما اقتنعناش نقعد نشوف سؤال تاني وكده. فتكنيكالي بس لمست معايا في الحته دي. بس هي عامه بتخليكي عارفه مالتي تاسكر كده، بتعمليها اكتر من حاجه في نفس الوقت، وعندك مشروع مع الماده دي ومشروع مع الماده دي. لا انا شايفه ان هي حتى التكنيكالي بتفيد انت بقى، وهتشوفي انت عايزه تاخدي منها ايه، تستفيدي بايه منه في الشغل. بس اللي بيشتغلوا ماركتنج برضو استفادوا من الجامعه كتير يعني. فلا استفدنا بصراحه. حلو قوي. طيب نصيحه بقى لاخواتك بتوع الثانويه العامه تقولي لهم ايه؟ ما تغلطوش غلطتي اللي كانت في الاول خالص دي بتاعت بلان ايه. يعني ما فيش حاجه اسمها بلان ايه، بس احنا عندنا بلان ايه بي سي دي معاكم لحد زي يعني. فما جاتش دي في دي، ما جاتش ده في ده. لازم تبقى عارف انت يعني عندك كذا اوبشن، لانه مش دايما الاوبشن اللي احنا حاطيه في دماغنا ده هو اصلا ربنا عايزه لنا، ومش شرط يكون احسن حاجه بالنسبه لنا. احنا برضو ما يكونش عندنا اي خلفيه عن اي حاجه. صح. نصيحه تانية يعني هدي نفسك في المذاكره، ذاكر بالراحه، ما تضغطش اعصابك. انا سامعه ان الامتحانات مش الطف حاجه، فلايت اب كده الموضوع. كده نصيبك هيجي لك يعني، وعلى قد مجهودك هترزق. لو ما جاتش بالمجموع هتيجي بالرزق باي حاجه تانية يعني. فدونت وري خالص. طب كلمه اخيره بقى عن الكليه نفسها. الكليه نفسها كليه حلوه. لو انت شخص عايز تفرهد وعايز تنزل وتحتك بالشارع وبالواقع بالناس، الكليه دي هتعجبك جدا. لو بتتكسف ونفسك تتعلم مهارات خليك فيها. لو انا عايزه اقول لك ان معظم صحابي اللي ما اشتغلوش عليهم شغالين في البيزنس، واخدين المهارات دي من الجامعه. اصلا احنا هناخدها منين يعني؟ تبقى حاجات اوريدي موجوده في الشخصيه وفي التربيه ومش عارفه في الكلام ده كله، بس الجامعه بتضيف. زي ما بقول لك، لو اصحابي سمعوا هيتصدموا شويه من اللي انا بقوله، بس فعلا انا ما كنتش بحضر زيهم، بس يمكن استفدت زيهم واكتر يعني. فالمواد بتاعتها خفيفه، العملي بتاعها لذيذ. ما بنطلعش احنا من الامتحان معيطين والكلام ده كله، ما كانش عندنا. يمكن مثلا حد 2 يعمل كده، لكن مش ده المين بتاعنا يعني. اتبسطنا واشتغلنا يعني، معظمنا اشتغلنا واحنا فيها. والستودنت اكتيفيتيز كانت لطيفه برضه. انا عارفه ان ده مش موجود دلوقتي، بس يعني كنا بنعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت وكنا مبسوطين. حلو قوي. طيب وكلمه اخيره كده عن البرنامج. البرنامج يعني انا عارفه هديه تقريبا من سنه، واعرف الموضوع ده هي بتعمله. انا شايفه ان هو مفيد قوي، لانه الناس في ثانويه عامه بتبقى محتاجه حد يقول لها اعمل ايه، اللي هو ما بعد ما بيتخرجوا اللي هو هي بقى and then ايه اللي هيحصل. فانا شايفه ان هو اتليست دي الحاجه تقريبا اللي موجوده في الحياه اللي بتكلم بتوع ثانويه عامه بالتحديد دايركت. ان هو بتعرفك الجامعات. انت كنت اصلا بنبقى متخرجين مش عارفين هي الجامعه دي بتعمل ايه، ولا بتقعد بقى تكلم ابن خالتك وابن عمتك والكلام ده كله. فخليتك حاسس ان هو في بعض الجامعات اتعمل لها كفر بشكل اللي هو لو انت حاسس ان انت نفسك تدخلها اسمع كده راي الناس اللي اوريدي اتخرجت منها ودلوقتي بقى لهم 3 4 8 سنين متخرجين. بنقولش بقى. شكرا جدا يا مريم، انا مبسوطه جدا ان انت كنت معايا في الحلقه، واتمنى يعني الوقت يكون لطيف معاكي. كان لطيف جدا. هو كان لطيف معايا جدا الصراحه، وما شاء الله يعني معلومات حلوه قوي. انا مبسوطه ان انا بانترفيو اتش ار والحمد لله يعني الموضوع كان سهل. كنت حاسه انه هيبقى صعب شويه، بس الحمد لله كان سهل. شكرا جدا لوقتك كمان. ميرسي جدا يا دي، شكرا. طيب لو عجبتك الحلقه بقى يا ريت نعمل لايك، شير لاصحابك اللي انترستد بالحلقه وبالكليه دي تحديدا، سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك برضو على سبوتيفاي. وشكرا، نشوفكم الحلقه جديده ان شاء الله. باي باي. نزلت كتير ادور واناقش واحلل واشوف اللي بيفهم او عالطريق يدلل، يختصر المفيد او حتى يعيد يزيد. معلش ان جيت سألتك سؤال طلع جديد، مستني ليه تتهزق بعد لما تجيب تقدير؟ والحاجة هتيجي تقولك اقدم سؤال خطير، ساعتها هتتمنى تختفي او حتى تطير، بس ما تبقاش قدامها في موقف عسير.
هو انت ليه تملي مش احسن من ابن خالتك؟ حبيت عليك اوفر عشان كده سألتك. هو انت ليه تملي مش احسن من ابن خالتك؟ حبيت عليك اوفر عشان كده سألتك. ابن خالتك ابن خالتك